السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير. اذا في الفيديو اللي فات، اي الفيديو الاول، دونك كنا عملنا تصحيح ديال تمرين السؤال الالف والسؤال باء. دابا وصلنا السؤال الثاني اللي هو المتراجحات. اذا قال لك حل المتراجحه التاليه، دونك في المتراجحه عندنا اكس زائد واحد. السؤال الثاني عندنا إكس زائد واحد على 5 زائد إكس ناقص 3 على 10 أصغر قطعا من واحد على جوج. صافي. إذا دابا في المعادلات شرحنا شنو غادي يكون عندنا. المهم هاد الحالات هادو اللي خدمتهم معاكم تقريبا هادو هما الحالات اللي كيتعاودوا في كل امتحان جيرو، يعني هادشي اللي كاين حالات اخرين بطبيعه الحال، كاين حالات اخرين، ولكن زعما هادو من بين يعني الحالات اللي كيتعاودوا بزاف. صافي. غندوزو دابا لهاد المتراجح. دونك المتراجحات من هاد النوع هادو كيفاش كنحلوه؟ دابا غنمشي معكم لحساب هاد الجهوي، وغادي نشوفوا ان شاء الله الجهوي اللي مجي غادي نحاول نختار شي جهوي اللي غيكون مبدل عليه شويه. صافي، باش نكونوا تقريبا نحاولوا نخدموا جميع الحالات. صافي. اذا هاد النوع ديال المتراجحات كيفاش كيكون عاملين؟ المتراجحات كيكون فيهم هاد الرمز ديال اصغر او لا اكبر. صافي. حتى كاين بعض التلاميذ يقول لك وشنو الفرق ما بين المعادله وما بين المتراجح؟ اي باش ما تترونش، المعادله كيكون فيها او يساوي، يعني التساوي. صافي. بالنسبه للمتراجحه ما كيكونش فيها ديك يساوي، كيكون فيها اكبر او لا اصغر او لا اكبر او يساوي او لا اصغر او يساوي. يعني دائما تشوف هاد الرموز هادو، مثلا هذا او لا هذا او لا هذا او لا هذا، هادو كيتسموا متراجحه. يعني الا عملناهم هنايا، المهم هادو الرموز، ولكن زعما الا عملنا بهذا الشكل هذا راه كتسمى متراجحه. صافي. دابا انا شنو كنعمل؟ كنحاول ما امكن نوضح لكم يعني باي طريقه باش توصل الفكره. صافي. مزيان. دابا شنو غادي نعملو في هاد المتراجحات من هاد النوع هادي اللي كيكون فيها الكسور، سواء كانت معادله او متراجحه؟ كيفاش انا غادي نتعامل مع هاد النوع هذا ديال الكسور؟ اول طريقه كنبدا بها او لا اول مرحله كنبدا بها وهي كنوحد المقامات. شنو كنعمل؟ اول خطوه كنوحد المقامات. في جا المقام هذا اللي فوقي راه كيتسمى البسط. دابا انا كنعتبرك راه ما فاهمش، يعني هادشي هذا عمرك قريتيه. هادشي شباب نشعلو بعد الضوء. مزيان. دابا غنكملو. دونك قلنا اول خطوه فاش كيكون عندي الكسور، كندار دابا من التمرين اللي غيكون عندي فيه الكسور. دونك اول خطوه شنو كنعمل؟ كنوحد المقامات، يعني كيرجعوا المقام مقام موحد. يعني هذا اللي فوقيه كيتعتبر البسط، ياك؟ هذا اللي فوقيه كيتعتبر البسط، وهذا اللي لتحت كيتسمى المقام. انا شنو كنقول لك؟ كنقول لك اسيدي وحد لي المقامات، يعني انا ماشي شغلي في البسط، لا، ها المقام وها المقام هادو خصهم يتوحدوا. شنو معنى كنقصد وحد المقامات؟ وحد المقامات معنى خصو يرجع لي نفس العدد هنا، يعني العدد اللي غيكون هنا العدد اللي غيكون هنا والعدد اللي غيكون هنا خصو يكون فحال فحال. مثلا الا كانت هنا 30 فهنا خصها تكون 30، فهنا خصها تكون 30. كانت هنا مثلا جوج فهنا خصها تكون جوج، هنا خصها تكون جوج. صافي. مزيان. اذا شنو كنقول لك؟ اول خطوه تينا رد بال معايا غير هاد الخطوات اللي كندوزو منهم، هادشي اللي كاين، يعني راه ما كايناش شي صعوبه كبيره. اذا اول خطوه فاش كيكون عندي الكسور، عقل معايا مزيان، فاش كيكون عندي الكسور كنوحد المقامات. مزيان. دابا السؤال اللي غيتطرح، الاستاذ انت قلتي لنا سيدي نوحدوا المقامات وحنا فهمنا، ولكن المشكل شنو هو؟ كيفاش غنوحدوا داك المقامات؟ هذا هو السؤال المطروح. صافي. مزيان. شنو اللي عندنا في الكسور حنا بعد في المقام؟ عندنا 5 وعندنا 10 وعندنا جوج. دابا شنو هو العدد اللي غنضربوه في هاد الاعداد هادو كاملين ويعطينا نفس العدد؟ يعني ملي غنضربو مثلا نحاولو نقلبو على شي عدد اللي غادي نضربوه في 5 وفي 10 وفي جوج، ولكن النتيجه اللي غتخرج لنا هنا وتخرج لنا هنا يكونوا نفس الاعداد. يلا شنو كتلاحظ؟ 5 فين يمكننا نضربوها باش نوصلو كاملين بهم نفس العدد؟ طب خليكم واحد الدقيقة تفكروا فيه، حاول توقف الفيديو وتشوف فيه مزيان وديك الساعة رجع. مزيان.
وكنتمنى تكون وصلتي لها. وبالتالي هنا غنحاولوا نضربوها بجوج، هنا ما غنضربوها في والو، اولا نقولوا غنضربوها في واحد. 10 الا ضربنا في واحد شحال هي 10 صافي. وهاد جوج غنضربوها في 5، جوج في 5 10، 5 في جوج 10. اذا كتلاحظ انهم رجعوا كاملين بحال بحال. وبالتالي فين ما نشوف 5 عندي في المقام فاش غنضربها في هاد جوج. بالنسبه ل 10 سواء ضربتيها في واحد او ما ضربتيهاش ما كتاثرش، وبالتالي واحد في الرياضيات يعني هنا ما ياثرش، واخا ضرب في واحد يعني ما يكونش عنده شي تاثير. وبالنسبه لجوج فاش غنضربوها في 5، يعني هنا عندي جوج هنا تضرب في 5 صافي. واحد المساله دابا انا نرجع، دابا انا باقي ما هضرتش على البسط، انا دابا كنهضر لكم الى المقام، عاد غادي نرجع خصني نضرب في البسط في المقام، خصني نضرب في البسط صافي. المهم دابا الفكره الاولى اللي خصنا نتفقوا عليها هو اننا هاد 5 تضرب في جوج، وهاد 10 تضرب في واحد، وهاد جوج تضرب في 5. واضح؟ يلا غنكملوا التمرين ديالنا وديك الساعه نقول لكم شنو غادي نديروا موراه. مزيان، اذا قلنا ركز معايا مزيان الله يرضي عليك. دابا هنا فاش غنضربوا 5 غنضربوها في جوج، هنا كاين واحد المشكل، او لو تنكملوا ديك الساعه نزيد ناكد عليه. هنا 10 كتسمى ما غنضربوها في والو، وقلنا جوج فاش غنضربوها في 5. هنا شباب رد لي بال مزيان في هاد الخطوه هادي. دابا انت ضربتي في المقام جوج، راه حتى في البسط خصك تضرب في العدد جوج باش كتسمى ما عملتي والو. الا مشيتي ضربتي بحال دابا هادي، كملت التمرين ديالي ضربت هنا في 5 ولكن الفوقي ما ضربتش في 5، كتعتبر هاد المتراجحه اللي غتخرجها خطا. اذا هذه الله يرضي عليك كنأكد عليها مزيان، كتضرب في العدد اللي تحت وكتضرب في العدد الفوق باش كتسمى بحال الا حنا ما عملنا والو صافي. لاحظوا معايا انا واحد الحاجه عملتها هنايا وما رديت ولا شي بال، اللي هي الاقواس. اجي واحد التلميذ يقول لي واش انت قلتي لنا سيدي بلي غنضربو في جوج، مزيان غنضربو من تحت وغنضربو فوقي، اذا حتى الساعه مزيان. ولكن علاش بالضبط عملتي لنا هاد الاقواس هادو؟ علاش زعما بالضروره عملتي لنا هاد الاقواس؟ واش انا كتلميذ بالامكان ديالي في التمارين ما نعملش الاقواس، او لا ضروري خصني نعملو؟ هذا هو السؤال اللي خصو يتسطر. علاش انا دابا كنقول لكم الفيديو كنحاول نصور هذا الفيديو وكنحاول حتى ديك الاسئله اللي في بال ديالكم اللي كيجيوكم في بال ديالكم نتوما كتفرجوا، كنحاول حتى هما نطرحهم. بحال غنقول لك انا كنشرح وكنطرح اسئله على راسي وكنجاوب. علاش؟ باش انت هنا ملي غتكون كتخرج هاد التمرين هذا وكتفرج فيا، ملي تجي طرح هاد السؤال تكون انا اصلا جاوبت صافي، بحال الا انا معك في القسم. مزيان، السؤال ديالنا تقول لي سيدي علاش عملتي الاقواس؟ غادي نقول لك شوف، الا نسيتي ما عملتيش الاقواس شنو يقدر يوقع؟ تخيل معايا شنو يقدر يوقع الا ما عملتيش الاقواس. اش كتعتبر؟ هاد جوج كتسمى مضروبه غير في اكس صافي. ولكن حنا في الحقيقه هاد جوج راه مضروباش في اكس، راه خصها تضرب حتى في واحد. وبالتالي باش نتفاداو هاد المشكل كنعملوا الاقواس. علاش كنعملوا الاقواس؟ باش كتسمى هاد جوج محسوبه على اكس ومحسوبه على واحد. الا مشيتي ما عملتيليش الاقواس بحال هيدا كتسمى هاد جوج مالا محسوبه غير على اكس. وحنا في الحقيقه راه خصنا جوج تحسبنا عليهم بجوج بيهم، تحسب على اكس وتحسب على واحد. اذا باش تحسب عليهم بجوج بيهم شنو خصنا نمشيو نعملو؟ خصنا نمشيو نعملو الاقواس صافي. لان هذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. مزيان، قلنا هنا ما غنضربو في والو. 5 قلنا فاش غنضربو هنا؟ غنضربو هاد واحد تا هو يتضرب في 5. هنا واحد السؤال غيتطرح، اوعى تقولي الاستاذ قبيلاتي كتقول لنا بلي هنا نعملو الاقواس ولكن هنا علاش هاد واحد ما عملتيلوش القوس؟ وانت ما قبيلتي قلتي نعمل الاقواس. وهنايا انتبه معايا مزيان، هنا واحد ملي كيكون عندك غير عدد واحد، يعني مثلا كانت عندك افترض معايا في هاد البلاصه واحد كانت عندك 8 اولا كانت عندك 9، يعني عندك غير عدد واحد. في ديك اللحظه ماشي بالضروره نعملوا الاقواس حيت اصلا ديك 5 راه محسوبه غير على هذا العدد هذا، يعني كاين غير عدد واحد. ولكن ملي كيكونوا جوج الحاجات بحال هيدا وبيناتهم الجمع، ديك اللحظه ضروري خصك تعمل الاقواس. اذا انا نركزوا ملي كيكون عندي جوج الحاجات بحال دابا اكس زائد واحد، هاد اللحظه كتسمى جوج خصني ضروري نعمل الاقواس باش كتمشي لهادو كنمشي لهادو. اما بالنسبه لخمسه غتضرب في واحد ماشي بالضروري نعمل الاقواس صافي. كنتمنى تكون القضيه هذه وصلت. واضح؟ انا كنحاول نعمل الطب ديالي باش انني نشرح.
شي حاجة ما فهمتوهاش ولا كدا الغالب الله، ولكن اللي عنده شي سؤال ولا كدا يتصل بيا بالواتساب وحنا نحددو الساعة اللي غادي زعما تراسلوني. مزيان. إذا دابا شنو يرجع لي فوقي ماشي مشكل، دابا نسى عليا الفوقاني. دابا أول خطوة كنوحدو المقامات، وديك العدد اللي ضربتيه في المقام كتضرب فيه حتى الفوق، صافي. ولا كان عندك شي جوج الحاجات بحال إكس زائد واحد كتسمي لها الأقواس، واضح؟ مزيان. دابا شحال ترجع لي هادي؟ ترجع لي جوج إكس زائد واحد على مية. دابا ما تنشرش، دابا البسط ما تفكرش فيه، صافي نساه من بالي عليك، ركز معايا على المقام. من تحت جوج في خمسة 10، من فوقي ما تحسب والو. هنايا إكس ناقص 3 على 10 أصغر 5 في 1 هي 5 على 2 10. مزيان. حنا وحدنا المقامات. دابا شنو كتجي الخطوة الأولانية؟ دابا هادي كتسمى هادشي اللي عملناه خطوة مثلا واحد. دابا الخطوة الثانية، الخطوة الثانية اش هي؟ الخطوة الثانية هو أننا شنو كنعملو المقام كنزولوه، يعني هاد المقامات بحال اللي كنزولوه، صافي. شحال غترجع؟ غترجع جوج عامل إكس زائد واحد زائد إكس ناقص 3 أصغر من 5، صافي. إذا شنو الخطوة الثانية؟ وهاد المقامات غادي نزولوهم. إذا شوف الخطوات اللي كنمرو منهم. الخطوة الأولانية كنوحدو المقام، الخطوة الثانية داك المقام اللي وحدنا اللي رجعو كاملين بحال بعضياتهم كنزول، صافي. يجي بعض التلاميذ يقول لك أستاذ اش كتخربق، كيفاش غنزول هاد 10؟ صافي اللي عجباتو شي حاجة يزولها، وأنا غنجي غنزول لك هاد 5، أنا غنزولها. واش هادشي هذا صح ولا لا؟ ياك هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح. تقول لي كيفاش حنايا واش كنزولو أي حاجة ولا كذا؟ لا، كنزولو غير المقام. وشنو هي الطريقة اللي اعتمدنا عليها حنا باش زولنا هاد المقام؟ ها الطريقة اللي عملنا، يعني أنا كنحاول ما أمكن أنا نشرح لك دابا كتسمى كيفاش بالخدمة كيفاش غادي نعملها، ولكن نشرح لك دابا بالطريقة بالرياضيات. يعني شنو كنعملو في الحقيقة؟ حنا في هاد اللحظة دابا أنا بالاختصار كنقول لكم زعما زولوا ديك 10، ولكن إلا بغيتو تعرفوها كيفاش عملنا لها، حنا في الحقيقة كنضربو في 10، كنضربو في 10 في هادشي هذا كامل، وكنضربو في 10 في هادشي هذا كامل، يعني كضرب هنا وكضرب هنا. موراها شنو كتعمل؟ كتنشر. فاش كتنشر هاد 10 كتختزل مع هاد 10 كتمشي، شنو كيبقى لك؟ كيبقى لك هاد جوج إكس، جوج عامل إكس زائد واحد، عاود كضرب 10 في الثاني، عاود كتمشي لك 10 كتبقى لك إكس ناقص 3، عاود هاد 10 ملي كتمشي مع هاد 10 كتبقى لك 5. انا باش ما نرومكمش شنو كنقول لكم؟ كنقول لكم اسيدي ديك المقام زولو، ولكن في الحقيقه راه ماشي زولناه من راس ديالنا، راه اعتمدنا على واحد القاعده، صافي. هادشي اذا هادي ها انا شرحت لكم منين ما جا، ولكن المره اللي ما جا غادي نقول لكم انا غير زولوا ديك المقامات، ولكن نتوما خصكم في بال ديالكم تكونوا عارفين ان ديك 10 راه كيفاش زولناه، صافي. مزيان. دابا غنكمل التمرين ديالي عادي بحال المعادله بحال المتراجحه، يعني غادي نشبر المجاهيل في واحد البلاصه والاعداد. الله اكبر. اذا غادي نعمل المجاهيل في واحد البلاصه والاعداد في واحد البلاصه، وما تنساش اننا ملي كنغيروا البلايص اش كنغيروا الاشاره. مزيان. قبل من نعمل اعداد في بلاصه والمجال في بلاصه فضروري ما خصني ننشر هادي. كتلاحظوش ان هاد جوج لاصقه مع الاكس ومع واحد؟ اذا انا نرجع نذكركم بواحد القاعده. اش كتقول لك؟ كتقول لك اسيدي الا كان عندك واحد العدد ك مضروب في واحد جوج الاعداد ا زائد ب، شنو كنعمل؟ هاد ك كيتضرب في ا وهاد ك كيتضرب في ب، يعني ك مضروبه في ا زائد ك مضروبه في ب. دابا الاغلب ديال التلاميذ هاد ك كيضربوها في ا ولكن كيساوو ما كيضربوش في ب، وهذا خطا، صافي. اذا حاولوا نكادريو هادي ملي حتى الضرب هذا باش تبقاو عاقلين عليه، صافي. هذه القاعده ديال النشر معروفه، القاعده ديال النشر. اذا هاد جوج غنضربوها في اكس ترجع لنا جوج اكس، وهاد جوج غنضربوها في واحد شحال ترجع؟ جوج في واحد هي جوج زائد إكس ناقص 3 صغير من 5، صافي. مزيان. دابا جينا نعملو المجاهيل في واحد البلاصة والأعداد في واحد البلاصة. يلاه هنا ركز معايا مزيان، السينما فيها بس وقف الفيديو وحاول تعزل لي المجال بوحدهم والأعداد بوحدهم، ولكن الإشارة خصك تبدلها، صافي. إذا أنا جوج إكس كيتعتبر مجهول وإكس كيتعتبر مجهول، إذا هادو نخليهم في بلاصتهم. واش غنغير لهم الاشاره؟ ما غنغير لهمش الاشاره، علاش؟ اصلا هما بقاو في بلاصتهم. واش باقي شي مجهول اخر؟ ما كايناش، هاد جوج هما اللي كاينين. اذا من رمز يلد اصغر قطعا هاد 5 غتبقى في بلاصتها، ولكن هاد الاعداد هادو هاد جوج
وهاد ناقص 3 خصهم يمشيو للطرف اخر عند 5. فاش يمشيو للطرف اخر الاشاره ديالهم شنو كيوقع لها؟ كتبدل. يعني هاد جوج اش غادي ترجع؟ ترجع ناقص جوج، حتى هي في الحقيقه راه كانت زائد جوج. وهاد ناقص 3 اش غترجع؟ غترجع زائد 3. قلنا الاشاره كتبدل. مزيان، راه نحسبوا هذه اللي سهله ورجعنا عند هذه. اذا 5 ناقص جوج شحال هي؟ 3. و3 زائد 3 6. هذه كيفاش غادي نحسبوها؟ بزاف د التلاميذ كيبقاو يجبروا صعوبه باش انهم يحسبوا هذه. كيقول لك استاذ كتجينا صعيبه كنتسرون. انا نعطيك الطريقه ساهله. شنو غادي تعمل؟ اكس فاش مضروبه في جوج، اذا شبر ونزل هنايا جوج شويه. شنو الرمز اللي عندك هنا؟ عندك زائد، نزل لي هنا زائد. كان عندك ناقص، نزل ناقص. صافي. شنو العدد اللي مضروب في اكس هنا؟ دابا في الحقيقه فاش تشوف اكس راه العدد اللي مضروب هنا راه هو واحد، وبالتالي العدد اللي مضروب في اكس اش هو واحد. اذا جوج زائد واحد شحال هي؟ 3. وبالتالي 3 ديال اش؟ هاد 3 3 راه ديال اكس. منين ما جا؟ ما جا من اكس. اذا هذه كتساوي 3 اكس. يعني شنو ننزل؟ 3 اكس. نعطيكم واحده اخرى ربما يمكن بعض التلاميذ ما فهموش. مثلا عندك 5 اكس زائد جوج اكس. يعني كيفاش نحسبوه؟ هنا العدد اللي مضروب في اكس هو 5، العدد اللي مضروب في اكس هنا هو جوج. اذا 5 زائد جوج شحال كتساوي؟ 7. اذا هذه 7 ديال اش؟ ديال اكس. جوج إكس ناقص إكس. يلا شحال عطينا هادي؟ هادي هي جوج. هنا عندك ناقص ناقص، والعدد اللي مضروب هنا قلنا واحد. ترجع واحد. جوج ناقص واحد هي واحد. وبالتالي شحال هي؟ واحد ديال اش؟ ديال إكس. حنا مكنكتبوش واحد إكس، حنا كنكتبو غير إكس. صافي. دونك كنتمنى تكون هادي دابا كتسمى الأمور باينة، غير اللي مبغاش يفهم وصافي. يعني كاينين شي حاجات اللي فريمون تقولي صعيبه، ولكن هادو امور كتسمى بسيطه. يعني وانا كنمل معك حتى التذكير، يعني باش ما تقولش راه استاذ راه كدا راه ما فهمنيش الدرس ولا كدا. مزيان. دابا هنايا كيفاش غادي نزولو؟ حنا علاش كنقلبو؟ حنا كنقلبو على اكس ياك. دابا هنا الاشكال، هاد 3 لاصقه مع هاد اكس. شنو غادي نعملو؟ ملي كنا في راه هنايا عندنا واحد المشكل. حنا خصنا نفرق. كاين فرق ما بين المعادله وفي المتراجح. عرفتي شنو غادي نعملو؟ انا نعطيكم الحالات اللي كاينه كاملين صافي ونخرجوا من باب واسع. انا نعطيك الحالات اللي كاينه كاملين، وانتينا هادي غنخرجوا بهذه الطريقه. وانتينا في التمارين المجين بعدا الا جاتك شي حاله اخرى تكون سبق لك الشيء. عندنا مثلا 3 اكس كتساوي 6. نرجعوا دابا للمعادلات ونعرفوا الفرق اللي بيناتهم. وهذه غادي نبدل لكم بالناقص ونشوفوا شنو غادي يوقع. ودابا غادي نعطيك ناقص 3 اكس كتساوي 6، وغادي نعطيك 3 اكس صغيره من 6، وغادي نعطيك ناقص 3 اكس صغيره من 6. صافي. نعطيك انا اربع الحالات باش تعرف الفرق اللي بيناتهم. بالنسبه لهذه، هذه ما عندناش شي مشكل. هذه عادي جدا. هذه انا مأكد بلي انت ما تجبر شي مشكل فيها. هذه واخا هي بالناقص ما غادي تجبر شي مشكل. يعني هذه بيخ. وهذه شنو عندها هنا؟ عند الرمز في الحقيقه راه كاينه زائده غير هو مخبى. حتى هذه ما تجبرش مشكل. حتى هذه تكون الامور عندك بخير. هذه هي اللي خصك تحضي راسك معاها، يا هذه حيتاش هذه عند الناقص. صافي. هذه هي اللي خصك تحضي راسك معاها. راه نشوفوا هادو كيفاش غادي نخرجوهم وندوزو عند هذا. لان شنو نعملو؟ اكس تساوي، قلنا قبيلتي ان 3 تجي من تحت 6. اذا 6 على 3 صافي حنا سالينا. 6 على 3 كتساوي 2، ولكن حنا من الهدف ديالنا ماشي هو نقسمو 6 على 3. دابا الفكره نتوما فهمتوها بلي 3 غنجيبوها من تحت 6 صافي كتسمى سالينا. كذلك هذه ما عندهاش المشكل، حتى هي نهزو ديك ناقص 3 ونجيبوها من تحت 6 ما كايناش مشكل. كذلك هنا اكس غادي نخليو الرمز ديالنا اصغر و6 تقسيم 3 حتى هذا العدد هذا موجب ما كايناش مشكل. نعطيكم في المعادلات والمترادفات باش تعرفوا شنو الفرق ما بين المعادلات والمتراجحات. المتراجحات هنا عندنا واحد المشكل. الا كان هذا العدد هذا سالب شنو اللي كيوقع؟ كتنزل هاد اكس كتنزل هاد 6. هاد الرمز هذا ما تاديش، خليه من بعد نرجعوه. كتجيب من تحت منها هاد ناقص 3. ولكن هذا هو الاختلاف اللي كيوقع، ان ملي كيكون هاد العدد هذا سالب هاد الرمز اللي عندك هنا شنو كيوقع له؟ كيتبدل. يعني شنو كيرجع؟ كان اصغر كيرجع اكبر، كان اكبر يعني كان عندنا اكبر يرجع لنا باصغر، كان اصغر غادي يرجع باكبر. هذا هو الفرق الواحد اللي بيناتهم. اما هادو كاملين بهم ما عجبرش معاهم مشكل. 3 بهم لا هادي ولا هادي. ولكن هادي خصك تحضي راسك معاها. فوقاش غنحضي راسي دابا؟ انا فوقاش غنحضي راسي؟ ملي غادي يكون هنا عندي عدد سالب
وغيكون عندي هنايا غنكون خدام في متراجحة، بما أن فيها الرمز ديال الأصغر ولا الأكبر فغتكون متراجحة. إذا هاد الحالة هادي في النظر ديالكم واش غيكون عندنا مشكل؟ مغيكونش عندنا مشكل، علاش؟ حيت العدد هذا ماشي سالب. صافي. إذا غنزولو هادشي هذا، لأن شنو غادي تساوي لنا؟ غترجع لنا إكس سا على 3. إلا كان هذا سالب كون هذا الرمز الأصغر اش غادي يرجع؟ أكبر. ولكن بما أن هذا العدد هذا موجب غنزلو 3 والرمز ديالنا غيبقى هو هذاك ما يتبدلش. وبالنسبة ل6 تقسيم 3 شحال هي؟ هي 2. إذا إكس ديالنا تكون أصغر من اش؟ من 2. صافي. مزيان. إذا هنا ما كنقولوش العدد 2 هو حل للمتراجح، لا، كنقولوا جميع الأعداد الحقيقية الأصغر، سنين رمز عندي الأصغر، الأصغر قطعا، حيت هذا الرمز الأصغر قطعا. أما هذا الثاني كيتسمى أصغر أو يساوي. إذا نقول جميع الأعداد الحقيقية الأصغر قطعا من 2، يعني حيت هذا الرمز أصغر، إذا جميع الأعداد الأصغر قطعا من 2 هي حلول لهذه المتراجحة. صافي. كتلاحظوا أن الأمور عادي جدا. دابا انت ما بقاتش وهادشي هذا طويل وكذا، لا، دابا انت خصك تشوف المراحل ديالك وتضبطهم. دابا انت ملي تكون كتخدم التمرين تكون انت عارف راسك شنو هي الخطوات اللي كينتظروك. دابا ملي كنجيو نخرجوا التمرين في هادي كنقول اول حاجه خصني نوحد المقامات مزيان. الخطوه الثانيه كنزول داك المقامات ديالي، غنزول داك المقام ومورا كنحل المتراجحه ديالي عادي جدا. صافي. دونك كنتمنى دابا كنظن واقيلا الوقت راه عندنا من الوقت بزاف 21 دقيقه. كنتمنى تكون هذه واضحة ومفهومة، وفي الفيديو القادم إن شاء الله نحاول نخرجوا السؤال الثالث ألف للنظمة ونشوفوا المسألة. صافي. يلا نشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله.